انا ما كنتش شايف اصلا ان البلد محتاجه ان احنا نعمل ثوره ونهد ونخرب ونشوف دم نخسر اصحابنا وجيراننا واهلنا وحبايبنا. لا طبعا، انا مش دي رؤيتي ومش ده اللي انا عايز اربي عليه ابني. وانا تعليقك استفزني يا صديقي لدرجة إن أنا هاحكي لك أو هاقول لك أنا أصلًا إيه سبب إن أنا أعمل المحتوى البسيط جدًا بتاعي ده. أنا ما باشوفش أولادي لأسباب ممكن أكون أنا جزء منها، يعني ممكن يكون سفر أو أي حاجة شبه كده. بافكر ما بيني وما بين نفسي باقول ولادي وأنا بعيد عنهم هم محتاجين مني إيه؟ أو إيه اللي ينقصهم دلوقتي؟ أكيد مامتهم بتعمل لهم كل اللي هم عايزينه، بتقدم لهم كل الخدمات اللي هم محتاجينها والرعاية المناسبة ليهم، لكن إيه اللي ابني محتاجه من وجودي جنبه؟ أو أنا لو موجود جنبه أنا هادّي له إيه؟ أمّا جيت فكرت ما بيني وما بين نفسي لقيت إن أنا هو مش محتاج مني غير ثقافة، محتاجه يشوفني أنا باتكلم إزاي رقم 1، بافكر إزاي رقم 2، مش محتاج مني غير توجيه. حتى لو كانت رؤيتي دي بالنسبة لك أنت سطحية، لكن هي أنا دي اللي أنا عايز أوصّلها لابني، يعني الزاوية اللي أنا بابُص منها لكل الأحداث أو بانظر منها للوصف البسيط اللي أنا باوصفه في الفيديوهات بتاعتي الخاصة بهاشتاج الواقع غير أفلامكم ومسلسلاتكم. عايز ابني يشوف الواقع زي ما أنا شايفه، يعني عايزه يثق في البلد، عايزه لمّا يفكر يزرع في البلد، عايزه يحب البلد لأسباب أنا شايفها بالنسبة لي أسباب قوية، ممكن تكون بالنسبة لناس تانية ما ولا حاجة. أنا شايف إن بلدي أحسن بلد في الدنيا، شايف إن أنا أقدر أنتج وأنا موجود في بلدي، شايف إن في حاجات أكيد بتعوقنا كلنا ولكن سهل إن إحنا نسيطر عليها، نعدّيها، نرتّب أمورنا. فأنا كان كل اللي أنا محتاجه إن ابني يشوف البلد ويشوف الشارع بعيني أنا وبرؤيتي أنا، عايزه يطلع زي يعني بيشوف الإيجابيات بس ما بيشوفش سلبيات، أي حاجة غير إنه يقدر يستغل الإيجابيات اللي هو شايفها. يعني هو لو طالع على سلبيات بتتحكي له، على أفلام ممكن تضحك عليه وتوجهه وأجندات بتشتغل عليه ليل ونهار في الشارع، أنا ما أعرفش هو ممكن يكون بيصاحب مين، في المسجد ممكن يكون بيقابل مين، النادي ممكن يكون بيقعد مع مين، أنا ما أعرفش فكر المدرس أو ثقافة المدرس اللي هو الحاجات بقى الأمور الشخصية، يعني ثقافة شخصية للمدرس أنا هاعرفها منين، ممكن يكون بيتكلم معاه في حاجات يعني تضره وتضر مستقبله. أنا المحتوى بتاعي عايز أقول لك في الآخر هو موجه لابني، موجه لابني وبنتي اللي أنا ممكن أكون عارف أكون معاهم وقت كافي. دي رؤيتي موجودة على الصفحة بتاعتي، ده رؤيتي أنا ونظرتي أنا للمجتمع اللي أنا عايش فيه وللناس اللي أنا عايش وسطها. أنا مش شايف إن إحنا لمجرد إن إحنا مختلفين إنك تقول لي أنا مصدوم فيك. صديقي ما تتصدمش، وهي دي رؤيتي. مش شايف أصلا إن البلد محتاجة إن إحنا نعمل ثورة ونهد ونخرب ونشوف دم نخسر أصحابنا وجيراننا وأهلنا وحبايبنا. لا طبعا، أنا مش دي رؤيتي ومش ده اللي أنا عايز أربي عليه ابني. وأنا زعلان من التعليق بتاعك، ده تعليق امبارح بس فعلا يعني والله الكلمة اللي أنت بتقولها ممكن تكون صعب عليا، يعني اللي بيشتم بشكل مباشر انا بمسح الكومنت بتاعه وبنساه، لكن تعليقك انا كان لازم ارد عليه يعني واقول لك اللي في قلبي. بس يا صديقي واشوفك على خير، سلام.